إلا الله محمد رسول الله. كم زكاة الفطر لو تتكرم علينا بتلخيص لها فيما يتبقى ما يقارب دقيقتين وثلاث دقائق. بالنسبة لزكاة الفطر هي فرض على قول جماهير العلماء وعبل عامتهم على أنها فرض فرضها الله سبحانه وتعالى على الصغير والكبير والذكر والأنثى، كما جاء في حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير. هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى فرض هذا، وأن من الفروض التي جعلها الله سبحانه وتعالى على الأفراد. بالنسبة لمن على من تجب على القادر الذي يستطيع أن يخرج فيملك قوته وزيادة، فيخرج من هذه الزيادة. عن كل فرد بعينه يخرج صاع، سواء كان صغيرا أو كبيرا يخرجه الولي عن أبنائه وبناته وعن زوجه وكذلك إخوانه إذا كانوا تحت ولايته فيخرجه عنهم. بالنسبة للحمل جاء عن عثمان بن عفان بإسناد منقطع أنه كان يخرج عن الحمل، فنقول في ذلك إن الحمل على نوعين: حمل قد نفخ فيه الروح أي جاوز المدة الزمنية التي ينفخ فيه الروح، فهذا نقول بالاستحباب. وأما ما لم ينفخ فيه الروح فإنه يخرج زكاة عن شيء من الجمادات، فليس من السنة أن يخرج ذلك عنه. بالنسبة للخدم والعمال فهل الإنسان أن يخرج عنهم أم لا؟ بالنسبة للعمال والخدم نقول على حالين: الحالة الأولى أن يكون الخادم بين عقدك وعقده في هذا أن الطعام منك والأكل مثلا عليك، فإنه حينئذ فإنك تخرج عنه زكاة الفطر. وأما إذا كان في العقد أنه مستقل بأكله ونفسه وذاته وإنما تعطيه أجرة فإنه لا يجب عليك في هذا الأمر. وقد جاء عن جماعة من السلف أنه كانوا يخرجون عن العمال في مزارعهم وبساتينهم، وهذا جاء عن طاووس بن كيسان كما رواه عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه كان يخرج عن عماله، العمال الذين يعملون في بستانه. فنقول لو أخرج الإنسان في مثل هذا إذا كانت النفقة عليه فإن هذا من الأمور الحسنة. بالنسبة للنوع الذي يخرج من قوت البلد، وقوت البلد يتباين الناس فيه. من الناس مثلا من قوتهم مثلا الذرة كبعض البلدان، من الناس من قوته مثلا الأرز، من الناس من هو الدقيق، ومن الناس من قوته التمر. والتمر في زماننا كان في الصدر الأول هو قوت، الآن أصبح فاكهة يتفكى فيه الناس، ولهذا لا أرى أنه يجزئ عن الفطر. وقد نص على هذا بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله، ونقله أيضا ابن عبد الهادي عنه عليه رحمة الله إلى أن التمر في هذا إذا لم يكن قوتا في زمن وأصبح فاكهة فإنه لا يجزئ باعتبار الناس لا يتغدون ولا يتعشون منه وإنما يأخذونه فاكهة. فنقول في مثل هذا يخرج من قوت البلد. لو وجد مثلا قوت مثلا من نوع طعام لم يذكر في الناس نقول لا حرج في ذلك، فالأرز من جهة الأصل لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وجده الصحابة في غزوة من الغزوات ثم بعد ذلك أصبح شائعا عندهم. ولهذا نقول يخرج من قوت البلد صاع، والصاع في ذلك يتباين من جهة البر باعتبار أن جزئيته متراصة من جهة الوزن أكثر من الأرز، ولهذا ضبطه بميزان دقيق جدا هذا من الأمور الشاقة، فينبغي الإنسان أن يأخذ الاحتياط في هذا. والاحتياط فيما أرى أنه 3 كيلو، هذا هو الغالب من جهة الاحتياط المتوسط التي تدور عليه. هذا قد يخرج الإنسان مثلا النوع الجيد أو النوع المتوسط، نقول يخرج الإنسان النوع المتوسط في هذا، ولو أخرج الطيب في ذلك فهذا هو الأتم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فينفق الإنسان مما يطعمه في بيته من الأمور التي يأكلها هو يطعم الفقراء والمساكين. متى يجوز إخراجها؟ يجوز الإنسان أن يخرجها قبل رمضان بيوم أو يومين، وكان ابن عمر يدفعها في موضع جمعها ب3 أيام كما رواه نافع عن عبد الله بن عمر. وأفضل إخراجها هو بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، وهذا جاء عن جماهير السلف أنهم كانوا يخرجونها في مثل هذا الوقت، أظهر في التعبد والتدين والامتثال لأنهم يسدون حاجتهم عن السؤال. وأما بالنسبة لتأخيرها بعد ذلك نقول تأخيرها بعد ذلك لا يجوز باعتبار انتهاء الوقت. هل يجوز إخراجها مال؟ نقول جاء ذلك عن جماعة من السلف، جاء عن عمر بن عبد العزيز وعن الحسن ومعمر بن راشد الأزدي وجاء عن سفيان الثوري وعن أبي حنيفة إخراجها من جهة المال خلافا لجمهور العلماء. نقول السنة أن تخرج طعاما، هذا هو السنة، لكن لو احتاج الإنسان في مثل هذا يوجد له مخرج لوجود أثر بعض التابعين في هذا أن تخرج مثلا إلى سوريا أو تخرج بعض البلدان البعيدة باعتبار أن النقد أسهل بتحويلها، فحينئذ لا حرج عليه. لو حولها إلى أحد هناك ثم هذا الأحد لم يقم بصرفها لأنه جمع، نقول في هذا هو يمثل الفقير هناك، ولو تأخرت أنه لا حرج عليه. والأولى أن يتتبع فيها الإنسان المحتاجين من بلده إذا لم يجد أهل حاجة وجد فاقة أو كارثة أو نازلة أن تقدم هذه الكارثة والنازلة كحال الشام اليوم.